تعتبر ولاية المنيعة من الولايات الرائدة في إنتاج الأعلاف وخاصة الأعلاف الخضراء، وهي اللي تمون بها عدة ولايات عبر الوطن. قناة الفلاح من الغرفة الوطنية للفلاحة في الميدان للوقوف على واقع إنتاج الأعلاف بهذه الولاية. هذه الايام رانا نحضروا عمليه حصاد الذره العلفيه لونسيلاج اوريباني. المساحه تاع الولايتين، ولايه المنيعه وولايه غردايه، تفوق 6000 هكتار. البيع مباشره من بعد من الحصاد مباشره من المزرعه يتم البيع لاكثر من 39 ولايه في الجزائر تشتري الذره من الفلاحين تاع الولايتين. في العام هذيك 15 20 ألف قنطار نخرجها من المايس من هذا الانسلاج. شي يشدوا شي يدفعوا. مساحة مخصصة الذرة صفراء حب يعني كانت في بداية الموسم كانت حوالي 30% من المساحة الكلية مخصصة لهذا المنتوج، ولكن نشوفها الآن راهي تقلصت نقول لك لحقت بين 5 إلى 10%، والسبب راجع انه في عند انطلاق العمليه يعني كاين اتفاقيات مع الديوان انتاج الاعلاف لوناب باش يوفروا المستثمرين المجففات، يعني يوفروهم على مستوى مناطق الانتاج، ولكن لحد الان رانا في شهر ديسمبر وين يعني المنتوج الحق باش يتحصد والمجففات هذو مازال ما لحقوش. هذا الموسم ان شاء الله رانا مع الوزاره وين يعني التزمت باش توفر المجففات، وان شاء الله جمعت البياماتي واللوناب راهم طمئنونا باللي ان شاء الله راه في الايام هذه القليله يدخل، ونبشر كذلك اخواننا المستثمرين انها ولايه المنيعه سوف تستفيد من هذا المجفف اللي راح ان شاء الله يرفع المساحات ان شاء الله في المواسم القادمه باش نديروا الذره الصفراء ان شاء الله. ولايه المنيعه ولايه واعده في هذا المجال. بالنسبه للذره الصفراء يعني امكانيات مازالت ناقصه شويه من حصادات، ولا كما قلنا المجففات، ولازمنها توفير العتاد اكثر. ما كان العتاد لا والو، العتاد درك راهم سنوا باش راهم بيخرجوا لنا قانون بنجيبوا الماتيريال لصالح الفلاحه اوكازيون طابي. انا نستنوا في درك ما كانش، درك التراكتورات هادو كان يبعد بان ما كانش لا في السوق لا والو. اليوم لو كان تروح للسوق تحب تشري جرار ولا تشري آلة حصاد ولا تشري معدات فلاحيه ما تلقاش، راهي ناقصه بزاف. لو كان تمشي هذه العمليه يعني الفلاح يصبح يستورد هذا العتاد باريحيه، وكذلك حتى بالتكلفه تكون ناقصه.